مصادفة جمعته بعتيق عمل حارم وسط مالك. المصادفة ساقت عتيق لعلي محمود عمل كيف لا أعشق جمالك. دي الأغنيتين دخل بهم عثمان في الجو بتاع الغنى في ذلك الحين، الجو المسيطر على الساحة، يعني كان ممكن يستمر في هذا الاتجاه. ولكن أخوه الكبير طه لقى قصيدة في مجلة الإذاعة بتاعة الأستاذ قرشي محمد حسن، أخذ هذه القصيدة وهي قصيدة اللقاء الأول، مأخوذ اسمها من البيت الثاني: يا حبيبي قلت لي في اللقاء الأول بين همس السنبل وخرير الجدول في المساء المقبل سوف تلقاني ولكن ما التقينا. لحنها كان شيء جديد، اللحن جديد، الأداء جديد، وصلته بقرشي محمد حسن بصلاح أحمد محمد صالح اللي كان بدأ خطواته في الإذاعة، فعمل له مات الهوى، عمل له ليالي الغرام، عمل له وداعا يا غرامي، غنيناهم الأغنيات دي. فبقى في ثلاثي مكون من قرشي صلاح حسين بازرعة، أكثرهم إنتاجا وبروزا كان حسين بازرعة، أكثرهم ارتباطا بعثمان حسين. فاتوجدت مدرسة جديدة سموها المدرسة الرومانسية، مدرسة جديدة في التعبير. يعني الأغنية الأولانية كان فاز بها حسين بازرعة الطالب بمدرسة وادي سيدنا الثانوية في مسابقة الشعر. أتذكري في الدجى الساجي مدار حديثنا العزبي، تصوروا هذه البداية، أتذكري في الدجى الساجي مدار حديثنا العزبي، وبعدين فيها مقطع بديع: وقطرات الندى الرقراق تعلو هامة الزهر وألحان الهزار الطلق فوق خمائل النهر. ده كلام جديد على الغنى، كان هو جديد على المستمع وجديد على الملحنين. وبعدين نشأت مدرسة من الغناء اسمها المدرسة الرومانسية، انتسبوا لها ناس مشوا في الخط، يعني ناس كتبوا في ذات الاتجاه. يعني ممكن نتذكر مثلا أغنية أنا المظلوم جفاني حبيب بتاعت لا أنا آسف، ظلموني الأحبة. ممكن نتذكر ظلموني الأحبة في شرع المحبة بتاعت أحمد إبراهيم الطاش: أنا ضيعت عمري في حلو الأماني لا جاد الأحبة ولا تعطف زماني سيان لو أود أو جافوني صدوا في مسهب غرامي سلوى الحب سبة. ثم ظهر في ذات الاتجاه عوض حسن أحمد مع عبد العزيز محمد داود: تعالي أنت فينوس الوجود، تعالي واسمعي لحن الخلود. وبعدين أين عطف الروض زهرة، وأغنيات أخرى كثيرة. ثم جاء مبارك المغرب في هذا، كثيرين كتبوا في هذه المدرسة ومشوا في اتجاهها. وآخر هؤلاء هو صديقنا الشاعر الكبير عوض أحمد خليفة اللي كتب ربيع الدنيا وعشرة الأيام، ينتمي إلى هذه المدرسة التي كادت أن تتلاشى، وأرجو أن لا تتلاشى لأنها مدرسة رائعة في شعر الغناء السوداني. ما أقدر أطول عليكم، لكن لندخل في البدايات. بازرعة مع عثمان حسين كانت واحدة من ألمع الأغنيات، أغنية خفيفة اللي هي ذكرتني. وبرضه عثمان أبدع فيها في إنه جعل كلمة واحدة مطلع لأغنية. زمان المطلع طبعا مطلع بيعملوها مطلع: قلبي هماله خديدك وجماله معذب في هواك ماله. لازم مطلع يكون كبير كده يشرح منشد وبعدين التفسير. ده هنا اخذ كلمة واحدة: ذكرتني ذكرتني يا حبيبي ذكرتني. كلمة واحدة عمال مطلع وغناها رائعة 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 رائعة. من حسن المصادفات انه بنتنا انصار فتحي هتغني لنا في هذه الافتتاحية ذكرتني.